عندي قشره في شعري ما بتروحش، بعمل الشامبو وباخد العلاج، وقف الشامبو وقف العلاج، ترجع القشره ترجع تاني. وقشره مش اكزيما ومش صدفيه يا دكتور، دي قشره. هيقول لك بقى القشره مش بتروح ليه؟ القشره دي قشره نتيجه للفطريات. الفطريات بتحب الميه، سواء الميه دي ميه شاور ولا ميه عرق. لازم لما اخد شاور اتاكد ان شعري نشف، مش شعري اللي هو ده ديل شعري، لا، فروه راسي، خاصه البنات اللي شعرها تقيل وطويل. لما اخد شاور يا اما اجيب السشوار وانشف شعري وفروه شعري بسشوار على البارد انشفه كله، لو ما عنديش اجيب شعري 2 كده لقدام عشان فروه راسي من هنا تنشف، او اقسمه 4/4 عشان الهواء يدخل جوه فروه الراس وينشفها. بس بعد الشاور لا، لو الدنيا حر جدا وبعرق كتير لازم طول الوقت ابقى مش لما شعري كده لورا والشعر مبلول، اعمل اي تسريحه في شعري بحيث ان شعري يبقى مهوي. يا اما اعمل ضفيرتين على قدام واخلي فروه راسي من ورا، يا اما اقسم شعري 4/4 4 حاجات، او ضفيره جوه ضفيره عشان دايما الهواء يتخلل فروه راسي، فروه راسي تنشف من الرطوبه فما يتكونش فطريات تعمل لي قشره كل شويه. ما تنسيش ان دايما جمالك وصحتك بامان مع دكتوره عزه شعبان، فما تنسيش الفرن.